مول في مدينة جديدة تكلفته حوالي 2 مليار، مبني على 20 فدان، في أغلى المطاعم والكافيهات، جواه أكبر وأغلى المحلات التجارية والماركات، في منتجع طبي وأكبر صالة رياضية، مكان لخروجة المشاهير والأغنياء. كل ده هتلاقيه في مول أركان في الشيخ زايد. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن المول خليك معنا في الفيديو ده. في الفترة الأخيرة مفهوم المولات التجارية أصبح متغير، ما بقاش مجرد محلات بتروح تشتري منها لبس وخلاص، ده بقى مشروع ضخم متكامل، في محلات تجارية، مكاتب إدارية، في سينما، مطاعم، كافيهات، ملاهي ترفيهية. النهاردة هنكلمكم عن مول الأغنياء والمشاهير، مول أركان اللي موجود في الشيخ زايد. أركان من أشهر المولات اللي موجودة في مدينة الشيخ زايد. موقع عقارات مصر بيقول إن مول أركان موجود عند مدخل الشيخ زايد بعد هايبر وان على طول، بيعتبر من أقدم وأفضل المولات اللي موجودة في الشيخ زايد، واللي تأسس سنة 2012، وهو من أوائل المولات التجارية اللي اتعملت في زايد. بيقدم خدمات كتيرة وبيتعمل فيه احتفالات أكتر وكلها بتكون مميزة. مول أركان فيه محلات تجارية، المحلات دي رغم إنها لبراندات معروفة ومشهورة إلا إنها بتخضع لشروط صعبة جدا علشان يكونوا جوه الصرح ده. في كمان فروع لبنوك وصيدليات ومقرات إدارية لخدمات كتيرة متنوعة. كمان في منتجع صحي بيجمع كل التخصصات الطبية، ولمحب الرياضة في صالة رياضية حديثة على أعلى مستوى، وده اللي خلاه من أفضل مولات الشيخ زايد. أما على مستوى الترفيه فهتلاقي في مول أركان كتير جدا من العلامات التجارية المعروفة، مطاعم، كافيهات، صالات سينما وعروض مسرحية وأنشطة كتيرة جدا للكبار والصغيرين، زي صالة الترامبلين والألعاب الإلكترونية والملاهي، وكمان تجارب الواقع الافتراضي. مول أركان من أول ما تصمم سنة 2012 وهو حاز على اهتمام فئة كبيرة جدا من الزوار، خاصة الأغنياء والمشاهير، لأنه كان بيستهدفهم. تصميمه كان عصري جدا وراقي، واللي عمل التصميم المميز ده كان شركة البدر للاستثمار العقاري، واللي بيمتلكها رجل الأعمال ممدوح بدر الدين، وهو واحد من أكبر المطورين العقاريين في مصر. حسب تقارير صحفية اتبنى المول على مساحة 20 فدان وتكلفته حوالي 2 مليار جنيه. أكيد التكلفة تكون عالية علشان تنتهي بمول بيتميز بالرقي والتناسق اللي خلى كل الناس في أي مناسبة يتجمعوا هناك علشان يخرجوا أو حتى ياخدوا فيه صور بس ويروحوا. أصبح مول أركان هو الخروجة الراقية بتاعت الناس الأغنياء اللي لازم تحضر ليها لبس كويس وتحضر لها فلوس كويسة، لأنك هتصرف وهتستمتع في مكان كل ما هتمشي فيه خطوة هتلاقي حد من المشاهير والمعروفين، سواء كانوا فنانين أو رجال أعمال. المول كمان فيه حوالي 150 شركة متقسمين وحدات ومكاتب إدارية ومطاعم وكافيهات وفروع لبنوك. كمان في مجموعة طبية هتلاقوا فيها معامل وعيادات وصيدليات. المول كل فترة ملاكه بيطوروا فيه، علشان كده بيكون قادر على إنه يستضيف مناسبات كتيرة جدا، زي استضافته لأسبوع الفن اللي ضم أكتر من 50 فنان. كمان المول بيتعمل فيه احتفالات رأس السنة، والمكان بيتجهز بديكورات مميزة جدا كل الناس بتروح له علشان خاطر تتصور فيه. عايزة أقول لكم إن المطاعم والكافيهات اللي موجودة هناك والمحلات التجارية من أغلى البراندات وأغلى المطاعم. لو عايز تشتري أي حاجة ليك أو للبيت، إكسسوارات، تليفونات، مجوهرات، ساعات، لبس، هتلاقي في مول أركان محلات لكل اللي انت محتاجه. المكان باختصار مزودينه بأحدث الأجهزة اللي معمولة بتصميم عصري بيوفر لك كل الخدمات اللي بتحتاجها. علشان كده لازم تخلي بالك إن الأسعار جوه مول أركان هتلاقيها زايدة شوية مقارنة بالأسعار اللي بره. علشان كده لازم تخلي بالك إن الأسعار جوه مول أركان هتلاقيها زايدة شوية، ولكن انت هتستمتع جدا وانت هناك. قول لنا زرت مول أركان كم مرة؟